الريجولار تشيك اب ده احنا بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه حاجتين. اول حاجه بعمل تنظيف الاسنان. احنا كلنا هنقول للناس ايفن الناس اللي بتغسل سنانها في اكل بيفضل في اماكن محشور ما بيتشالش بالفرشه بتاعتنا، فلازم بعمل حاجه اسمها جلسه تنظيف سنان. دي مش حاجه تجميليه، دي حاجه صحيه. انا بشيل كل الاكل اللي موجود اللي اتقلب بعد كده بقى جير، لازم بشيل كل ده، لان الجير ده بيعمل ايه؟ الاكل الموجود ده بيسبب في تسوس الاسنان، والجير الموجود بيعمل التهاب لثه. التهاب لثه ده بيبتدي بانه دم واحنا بنغسل سناننا، بينتهي ان اللثه دي بيحصل لها انكماش، تبتدي تكشف الجذور، تبتدي العظم يتاكل اللي ماسك السنان، تبتدي السنان تتلخلخ، ده لمه كبيره. فاحنا بنعمل تنظيف اللثه. وانا بعمل تنظيف انا بمشي على سنه سنه، فبشوف في تسوس، في هنا حاجه عايزه تتظبط، فانا بعمل تشيك اب ثرو وانا بنظف. انا بعمل تشيك اب على كل سنة. دي حاجه. الحاجه الثانيه التشيك اب بيخليني اعرف مثلا ايه ترتيب الاسنان. في حاجه اسمها عندها كيرز اندك. انا دلوقتي عندي عوامل بشوفها اقول لك انت معرض انك تسوس ولا حتى من قبل ما تسوس. منها ترتيب السنان. السنان كل ما تبقى مترتبه ومتنظمه والايند كل ما فرصه التسوس بتقل، لان انا عندي لو عندي سنان قدام وورا قدام ورا، الاكل فرصه الحشر الاكل اكتر، يبقى التسوس مكان حشر الاكل هيسوس. فالتشيك اب ده مهم جدا.